صدق الله العظيم. عمار، ماش تفهمني انت شو بتستفاد من قراءة القرآن اذا ما بتحفظ منه شيء؟ شو قصدك؟ ما فهمت عليك. يعني انت صار لك سنين تقرا بالقرآن وما بتحفظ منه شيء، غريبة شوي صح؟ ما غريب الا الشيطان، استنى لاقول لك. خذ عبي هي مي بالاول. اخوي هي ازدهيت تعبى اخوي، ايش في؟ طيب جرب، ما لك خسران شيء. قلت لك مستحيل تتعبى. طيب ارجع جرب مرة ثانية. قلت لك ولو مستحيل تتعبى. طيب جرب كذا مرة ورا بعض. مستحيل تتعبى هي ولو، تعبت وما كانت تتعبى. معك حق، بس مالك ملاحظ شغلة على السلة؟ ايه والله السلة كانت وسخة كثير وهلا صارت نظيفة عم تلمع لمع. يا عيني عليك، هلا بلشت تفهم علي. هو هاد بالضبط يلي بيعمل القرآن بقلبك، والقرآن بحره كتير واسع، يعني قدران يشيل السواد يلي في قلوب الناس. طبعا والدنيا هي صايرة مثل الشحمة بالضبط، لو حطيتها جوا قلبك رح تخلي قلبك كله سواد. وهي السلة صح انه ما تعبت، بس المي نظفت السواد اللي جواتها، والقرآن مجرد ما تقرأ فيه رح ينظف السواد يلي جواتنا حتى لو ما حفظته. فهمت علي كيف؟